هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. حابة النهاردة أتكلم معاكم عن حكمة عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. يعني إيه الصبر على ما تكره؟ وهي إن أنت بتمر بأزمة أو بتمر بضيق أو بتمر بمشكلة معينة وأنت مش لاقيلها حل، أو ممكن تكون شايف إن هي أصلا ملهاش حل، ملهاش أي مخرج، وتفضل صابر على حاجة زي دي وانت مش عارف نهايتها ايه. اصعب شيء ممكن الانسان يمر بيه ان هو يصبر على حاجة هو مش عارف هتنتهي امتى، ولا هتخلص ازاي، ولا ايه اللي هيحصل فيها، ولا هو اصلا هيخرج منها عامل ازاي. عشان كده ربنا ذكر الصبر والصابرين اكتر من مرة في القرآن، وده دليل على مكانتهم الكبيرة والعالية عند ربنا. الصبر على ما تحب، وهي ممكن يكون الصبر على ان انت بتسعى لحاجة معينة في شغلك او في حياتك، وعمال تبذل كل المجهود اللي انت تقدر عليه، بس هي لسه ما جاش وقتها. او ممكن الصبر على ما تحب ان انت تكون بتحب شخص معين، بس انت بتستحمله في اوقات كتير، او بتستحمل منه تصرفات هي بتوجعك او بتضايقك او هي مش شبهك، بس انت صابر على التغيير اللي هو بيحاول يتغيره. وان انت ممكن تسعى لحاجة نفسك فيها قوي وبتحبها قوي، بس هي لسه ما جاش وقتها. بس صدقني، ربنا مدبر لك كل حاجة بأحسن طريقة، وهو مستني الوقت المناسب وهيجيبها لك، ولو ما جاتش هيجيب لك اللي أحسن منها. كلمة أخيرة حابة أوجهها لكم وأوجهها لنفسي، وهي إن الصبر من أصعب الحاجات اللي الإنسان ممكن يمر بيها، بس خليك متيقن إن ربنا ما بيأخرش حاجة غير وهو عامل الخير لينا فيها. احنا بس اللي منبقاش عارفين ومنبقاش شايفين ومنبقاش فاهمين أي حاجة، فبنبقى متخيلين إن ربنا مأخر علينا حاجة. طب ليه يا رب؟ ما أنا بسعالها. أو ليه أصلا حصل لي المشكلة اللي أنا بمر بيها دي؟ ما تخليش نظرتك صغيرة قوي وتبص للي انت فيه دلوقتي، وتيقن ان ربنا هيجيب لك كل حاجة فيها خير ليك، وهيبعد عنك اي حاجة فيها شر ليك. وكل لحظة بتمر عليك انت بتصبر على حاجة انت مش عارف نهايتها ايه، انت بتزيد مكانة عند ربنا اكتر، وبتاخد عليها ثواب فوق ما انت ممكن تكون متخيل. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.